صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده كان في حد قايل لي ان هو عايز عنده بواقي جلد وعايزين يعني نعمل محفظه باتش وورك، فيلا بقى بينا نبتدي نشتغلها. انا هعملها صغيره عشان تخلص معايا بسرعه عشان الحق اعمل فيديو مونتاج وانزلها لكم على يوم الخميس ان شاء الله او الجمعه باذن الله. فيلا بقى من غير كلام كتير، يلا بينا نبتدي الفيديو. وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب واكتبوا لي كومنت تحت عايزين الفيديو الجاي يكون عن ايه. اخر كام فيديو كده كان بناء على طلب، اكتبوا لي بقى تحت عايزين تشوفوا الفيديو الجاي عن ايه. ويلا بينا نبتدي. بصوا حبة نصايح كده قبل ما نبتدي نعمل المحفظة. اول حاجة الجلد كله يبقى نفس السمك تقريبا، يعني ما يبقاش تخين. يعني بصوا ده تخين ازاي. بلاش يبقوا اتنين، يعني واحد صغير واحد كبير. بلاش اصلا نستخدم الجلد التخين ده قوي في الشغل الباتش وورك. يعني الجلد التخين ده عايز له شنطه اصلا، مش عايز له محفظه. ممكن يتعمل بيه محفظه بس بلاش شغل الباتش وورك تستخدموا الجلد التخين ده، هيتعبكم جدا في الشغل ومش هيطلع نتيجه كويسه. استخدم الجلد اللي هو اللباني، ممكن تستخدمه حور. انا على فكره عملت محفظتين باتش وورك قبل كده حور، هحط لكم صورتها هنا دلوقتي يا رب الاقيهم بس. في طريقتين بقى للباتش وورك. الطريقه الاولانيه كلهم شبه بعض، يعني مثلا تبقوا عاملين مربعات قد بعض، ممكن تبقى بالوان مختلفه او تكتشر مختلفه، ممكن يبقى اسود، ممكن يبقى ساده، ممكن يبقى لون مختلف. بس المهم الفكره كلها ان هم يبقوا نفس المقاس، يا اما يبقى اشكال مختلفه اللي هو حته كبيره وبعد كده نقوم حاطين حته كده يعني، وهكذا. ونجيب حته مستطيله طويله، هنقوم جايبين مثلا الحته السوداء كده نقوم حاطينها مثلا كده. دي طريقه شغل. والمحفظتين اللي انا قلت لكم اللي انا عملتهم قبل كده ومش عندي هم اتباعوا، هحط لكم صورتهم، كانوا بنفس الطريقه دي. فيديو النهارده بقى احنا هنشتغل بالطريقه اللي هي اللي كلهم نفس الشكل وشبه بعض، يعني نفس المقاس، تكتشر مختلف للجلد او يعني شكل مختلف للجلد بس المقاس واحد، والوان مختلفه بس المقاس واحد. بس دول كده نقطتين كنت عايزه اقولهم. دول بس كده كانوا نقطتين عايزه اقولهم قبل ما نبتدي الفيديو. ممكن اعمل الدواخل بتاعه المحفظه بالطريقه اللي هي العشوائيه دي شويه، يعني ممكن نعملهم ميك. فتعالوا بقى نشوف كده احنا هنعمل ايه. الباترون ده اللي هو الجسم بتاع المحفظه، ده مربع مقاسه 4x4. دي مقاسها عشان بيسألوا على المقاسات 15x26. هقص من نفس المربع دي كمية كويسة بحيث ان هما يغطوا المساحة دي. قررت اعملها اللونين دول بس، الاسود في البني. هنا هيبقى فيه فرق، فوق برضو هيبقى فيه فرق بسيط. اوكي، الفرق بقى اللي هنا دول هنظبط بس الاول دول، وبعد كده لو احتاجنا نزود حاجة بسيطة عشان هما في حاجات اوفرلابد وفي حاجات مش مظبوطة قوي، فعشان نشوف هنعملها بنفس الطريقة اللي احنا عملنا بيها دي. هنجيب ورقة، اي ورقه عندكم، ورقه من اجنده، ورقه، اي ورقه مش محتاجينها. بصوا ده ورقه كده هنرسم عليها الباترون. احط بقى لزق كده على الورقه بعد ما قصيتها. طبعا زي ما قلت لكم في فيديو كاتنج بورد، يعني يا ريت ما تصبغوش وما تعملوش كله برضو على الكاتنج بورد عشان ما تبص زي الكاتنج بورد بتاعتي دي. اهي ممكن بقى اللي هما الاصغر دول بقى نعملهم هنا كده. تمام. هنقص بقى الجزء الداخلي بتاع الشنطه، هعمله لكم بقى بالباتش وورك التاني اللي هو العشوائي شويه، مش المنتظم زي ده. يعني ده باتش وورك منتظم. تعالوا بقى نشوف الباتش وورك العشوائي. ده بتاع السوسته ودي الكريته. ماشي، ده جلد حور خفيف. ماشي، وما يعتبرش باتش وورك قوي يعني، بس قشطه. لا بس يعني اهو احنا كده عملنا حته جلد. ده قلم العلامه، همسحه بالاستيكه هيروح. فهنخيط الجزئين دول في بعض وبعد كده هنقص بقى هنا مكان السوسته ونشتغلها.
اهم حاجة في حوار الكراتة دي ان احنا الجزء اللي فوق فيه الكروت يبقى حتة على بعضها. هي دي انا بدور على حتة تكون اهم حاجة ان احنا نداري اللي هم دول اللي هيتقص فيهم الجلد، فاهمني؟ لا محتاجة تطلع بتهالي لبره شوية. المفروض كنت رسمت عليها الخطوط اللي هم اماكن الكروت، بس انا بتهيألي هي كده تمام. ماشي. نحط بقى جزء هنا نلزقها كده تمام. ونقصها بقى، قصيت حتة منها وندخل الحتة التانية كده من جوه بس زي الفل. تمام. هنلم الكركبة بقى دي ونيجي نخرم بقى الحاجات دي. بصوا دي هنعملها ازاي برضو بالباتش وورك عشان تبقى كل المحفظة هتبقى باتش. بصوا اهي هتنيها كده، حطها كده، هنعملها نصين. ممكن طبعا انتوا ترسموها احسن على الجلد وبعد كده قصوها عشان تطلع مظبوطه معاكم. تمام اهو. هنعمل بقى 4 من دول. بصوا نحاول واحنا بنخرم الجزئيه دي بالذات ان يبقى الخرم هنا قصاد الخرم هنا، الخرم هنا قصاد الخرم هنا، تمام، عشان تطلع شكلها حلو. انا للاسف السنبك سنين ده مكسور، ده بقى اللي عنده السنبك ده شغال يشتغل بيه هيكون احسن. هيحط كده وهتبقى هيبقى بالظبط، ده هيبقى قصاد ده هيبقى قصاد ده، بس انا هشتغل بده عادي وهحاول كده ان انا اركز وما اخليهوش مفارقين، يعني اللي هنا هيبقى نفسه اللي هنا، اللي هنا يبقى نفسه اللي هنا. دي تركايه كده حبيت اقولها لكم، فهخرمه وارجع لكم تاني. بصوا كده انا خيطت دي وخيطت دي وشلت جزء من الورق كده كده، دي مش هتبان عشان دي كده كده هتتبطن. دي بقى اللي مش بتتبطن هنحاول نشيلها، تتشال بسهوله كده عشان انتوا عارفين احنا مش هنبطن الصوص ده. ماشي. بصي بيتشال بسهوله، والحته اللي ما تتشالش هنبلها كده بشويه ميه هتلاقوها اتشالت معانا. انا اخترت غرزه سهله خالص، غرزه بيزك عاديه اللي هي اهي كده، ماشي، وبرضه هستخدمها في دول. بصوا انا خرمت دول اهي وهخرمهم وهخيطهم عادي بالغرزه البيزك العاديه. انتوا ممكن تختاروا اي غرزه تحبوها، اختاروا اي غرزه تحبوها. انا هحط لكم الفيديوهين بتوع الغرز واشكال الغرز في الديسكريبشن تحت، اتفرجوا عليهم، فيهم غرز كتير قوي، اتفرجوا عليهم وشوفوا الغرزه اللي تناسبكم وتريحكم في الاستخدام. انا بس اخترت دي العاديه خالص اللي هو كده. بصوا بخيط هنا دي قصاد دي ودي قصاد دي ودي قصاد دي، بقى لا 7 8 ولا اكسات ولا العنكبوتيه ولا اي حاجه. بحاول انجز عشان الحق انزل لكم الفيديو بسرعه. بصوا انتوا كنتوا حاسين ان هي مفرقه لما اتخيطت جنب بعض، الفرق ده راح. واي حاجه حاسين ان هي مثلا مفرقه شويه او مش بالظبط عليها، مجرد ما بتتخيط هي بصوا بتلم على بعضها وبيبقى شكلها حلو خالص. هخيط ده بنفس الاسلوب ونرجع بقى تاني نشوف هنعمل ايه مع بعض. بصوا ده شكلها بعد ما خيطتها تمام، بعد ما خلصت خالص وشلت الخيوط اللي ورا، حلقت الطرف بتاعها. هنبطنها بقى يا اما بجلد يا اما بقماش على حسب ما انتوا عايزين، بس يكون قماش تخين، او بجلد. طبعا بجلد هتبقى احسن. بس اهو ده شكلها اهو. واهي بصوا دي هنا بني وهنا الناحيه دي بني في اسود. عملت الغرزه اللي هي الاكسات دي. هنبطنها بقى ونقفلها بالطريقه العاديه جدا. بصوا ما هي المحفظه بعد ما خلصت خيطتها اهي، بصوا شكلها عامل ازاي. تمام. هنحدد بقى الكبسونه بقى هنا وهنشيل الزيادات، هندوس جامد كده، ناخد بالنا واحنا بصوا ممكن نسيبها كده وممكن نغطيها، بس انا بحب اغطيها. تمام. وطبعا هو كان الاحسن ان احنا نبطنها جلد ونخلي دي من جوه، بس انا بطنتها قماش وهغطيها، هنغطي الكبسونه دي مع بعض. بصوا قطعت حته مربعه كله هو باتش وورك، حتى الكبسونه غطيناها عن طريق الباتش وورك. تمام. نلزقها كويس، هنخرم كده حوالين دي ونخيطها. خلصتها اهو، بس هعملها مدوره
شيل الحاجات الزيادة دي. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. لو وصلتوا لغايه هنا من الفيديو يا ريت تدوسوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اكتبوا لي مقترحاتكم للفيديو الجاي ان شاء الله، ولو عندكم اي اسئله اكتبوها لي تحت في الكومنتات وانا ان شاء الله هجاوب عليها في اسرع وقت. بس كده، اشوفكم في فيديو جديد. سلام.